صبح صباح صباحه عسل، صباحه فل، صباحه قعدة ريفية كده، وفطار على قد ما قسم، فول وطعمية وجبنة قديمة وبتنجان وخس وجرجير وفجل، يعني بصوا قاعدة كده ايه، يعني مش عارفة بقى هتقولوها عليها ايه، بس والله بجد حسيت يعني العيلة كلها اتلمت من كبير لصغير لكله، يعني الحمد لله. يعني انا بجيب الفطار ده معايا وانا جايه من الزقازيق لهم، يعني في البلد بيحبوا الطعميه بالذات، يعني الطعميه بتفرق معاهم جامد. هتقولوا لي ايه اللي نططك كده يا ام حوده، امتى جيتي عند الحاجه؟ والله العظيم يا حبايبي انتوا، يعني زي ما انا كان صدري تعبني وكنت رحت واخدت جلسه عشان صدري، جلسه اكسجين كده، لما رقت شويه كده والله لفين لي. لما اتصلوا عليا الصبح وقالوا لي تعالى عشان تشوفي يومك تعبانه، فانا مرضوش يقولوا لا كده، فانا قلقت بقى، راحوا جايين محمد لففني كده وركبنا ورحنا، يعني الحمد لله برضو جايه رايقه الحمد لله، الف حمد وشكر. حبايبي بحبكم جدا، تسالوا عليا والف سلامه عليك، ربنا يبارك لكم وما تحرمش منكم ولا من كومنتاتكم الجميله ولا من دعمكم الحلو، ربنا يستركم دنيا واخره. بحبكم في الله يا اجمل واحن ناس في الدنيا، يا احن اخوات عليا، والله العظيم بحبكم كده لله في لله، روحوا الهي ينجبر بخاطركم يا رب. قالوا لك ايه يا ام حوده؟ اتصل عليك قالوا لي تعالى امك شوفي تعبانه، رحت عشان اشوف امي. قالوا لي بس هاتي كريم اللي هو معاكي ده اللي بتاع الحرق ده. اتخضيت اكتر بقى، قلت بقى اهو بصوا، يعني كان الاكل بيشطب، يعني جبنه قديمه واللازم منه. بس طبعا انا عملت صوت لان كانت الدوشه رهيبه، يعني اللي كان هيخش دقيقه في الفيديو هيطلع تاني من كتر العيال ايه والدوشه، وده اعمل والحق، يعني بصوا انتوا عارفين القعده دي لما بقى ايه تتجمع زي ما هي كده. طبعا فادية اختي، واللي قاعدة جنب فادية دي مرات اخو، مرات ابن اختي كبيرة، هتبان دلوقتي، هي منقبة داليا ما بتظهرش كتير خالص يعني. لقيت بيقولوا لي ايه هاتي مرهم من الحرق لامك، فقلت ان ربنا يستر بقى، والله قمت على الساعة يعني من بدري كده، ما فطرتش والله، رحنا فطرنا كده. لقيت امي عفوا حبايبي، كانت مش عارفة بقى أمي من غيتها اللي هي ايه يعني بتحب تولع كده على الشالية وتتدفى كده شوية فحم ومش عارفة ايه الولع. طبعا البنات بيبقوا معاها طول النهار، بس هي بتحب تنام في حتتها دي، ما بتحبش تروح يعني هنا وتتنقل، لا سيبوني. طبعا هي يعني ايه في دنيا تانية وفي ملك تاني، فالحمد لله يعني ربنا يشفيها يا رب. حطيت لها بقى بس ايه، يعني هي اللي قاعده على السرير دي، انا بتعرف شفت حطينا بقى ايه لها رغيف، هي بتحب الطعميه برضو، رغيف ابيض وخصايه كده وطعميه ايه، وبناكل كلنا مع بعض، والقعده كانت حلوه، العيال بيحبوني اروح اصلا هناك على طول. فاللهم لك الحمد يا رب، يعني القعده ايه، مش عايزه حد يقول لي ايه القعده اللي مش حلوه دي يا ام حوده وايه المنظر ده، لا والله البساطه ما فيش اجمل منها، البساطه يعني شيء حلو مش وحش والله، يعني ان كانت اللقمه بسيطه، ان كانت القعده بسيطه، ان كان المكان بسيط، فربنا بيحب البساطه، يعني الحمد لله، نحمد الله ونشكر فضله على كل شيء، اللهم لك الحمد يا رب والشكر. طبعا اللي قاعدين دول كل ما فيش حد غريب بولاد اخواتي واللي ماسكه الطماطميه عماله تقرط دي مش رحمه نفسها، الاء مرات محمد ابن اختي الكبير. وعبد الله طبعا ده مشاكس العيله. الواد كان جايب التصوير قريب منهم كده، قالت له يا ابني اقفل عشان اللي كانت مش عادله الطرحه فاضيه يعني. فالحمد لله والشكر لك يا رب، اللهم لك الحمد يا رب، يعني الحمد لله جت سليمه. يعني امي اللي عينها يعني ورمت كده، مش عارفه من فوق كده، من فوق الجفن كانت مورمه جامد يعني، ومن عند عينيها من على الخد كده برضو كان الحرق باين. طب من ايه يما الحرق ده، يما ايه اللي فيكي، اللي بتقولي مش عارفه يما ايه اللي فيكي، تقول مش عارفه، انا قمت لقيت نفسي كده. طب ما حسيتيش بحاجه مع ان كان جنبي عينها والله حرق يعني كان باين. طب ايه اللي حسيتي بيه، بتقولي مش عارفه، انا قمت لقيت فيها كده. طب عماله تقول حد يجيب لي مرايه عشان اشوف انا في وشي في ايه، حد يجيب لي مرايه. انا كان معايا مرايه في الشنطه بقى وجايبها لكم دلوقتي. تقول طيب انا حصل لي ليه كده، وانا يعني انا ايه اللي عمل كده، يعني مش والله مش فاكره حاجه، بس اللي احنا استنتجنا له، هي زي ما يكون يعني من على طول نايمه كده، ما اعرفش نايمه على طول كده،
ولعت شوية ولعة بعد ما سابوها بقى، قالت لهم روحوا خلاص انا هنام، واطمنوا عليها اللي هي نامت. شوفوا بقى عملنا ايه، قعدة شاي حلوة بعد الفطار بقى اهو. فادية كانت عايزة بنتكلم، بس جت العيال بقى زي ما كده ايه عملوا دوشة، وقلنا في افصل الصوت بعد. والله كنت عايزة اسيب لكم كده، لان فادية بتسلم عليكم وبتقول لكم وحشتوني حبايبي. وان شاء الله باذن الله كده نعمل قناة الفادية باذن الله، بس احنا مستنيين النت يدخل عندها، بس مستنيين النت ان شاء الله باذن الله ونعمل لها القناة. حبايبي دي بقى ايه، بصوا مشاكسة العيال بقى بيتخانقوا ليه. خدت الطوق من رهف ومكوك طبعا، واخده الطوق منها وخناقه بقى. خدوا عندكم بقى يعني قاعده تبصوا زي ما بيقولوا ايه، قاعده تقدروا تقولوا قاعده يعني بص ما تلزش دوشه وعياط، ودي عملت ودي سوت. يلا يكون في عون اصحاب الولاد، والله العظيم الله يكون في عون اصحاب العيال. وطبعا محمد برضو مش ساكت، يقول لي وعينتي لا، عايز ياخد لما عرف نقطة الترهف بقى اللي ياخد الطوق منها تقعد تفضل تعيط. ومش يا عم الله يخليك خلينا قاعدين ساكتين، يا عم الله يهديك ما فيش فايدة. يقعد ينائر ونقير حتى في العيال الصغيرة اهو، نائر ونقير. ولا تعالوا خديه تعالوا عشان تتخانق معاه، وما فيش فايدة. والله يهديك يا عم محمد، يا عم ده انت لسه شنبك محروق يا عم. شنب النجعاوي لسه ما نبتش، يعمل معروف. طب فين شنب؟ طب وري، قعدت تقول فين شنب النجعاوي؟ طب وري شنب النجعاوي يقولوا ده لسه اهو، لسه زي ما هو اهو. عايزين يحلقوا بقى عشان نشوف الشنب النجعاوي ده هينبت ولا لا. حطوا في الامانات بقى خلاص. قال يعني كده بنفكر اللي ما فيش حد هيعرف يوصل. قال يعني كده ايه خلاص في الأمان. لا يا حبيبي ده انا ايه بجيب التايهه يعني حبايب قلب ربنا يخليكم ويسعدكم. بحب جدا اللي بيكتب لي كام كومنت. شوفي يعني امي كانت بصوا جنبها دي الحته دي يعني والله جايه كده اهي من عند عينيها اللي هو على الجنب كده الحرق ده. والحمد لله جت سهله والله، والحمد لله يعني. فاحنا بقى اخواتنا كده جينا قعدنا مع بعض، وكل واحده ايه تقعد معاها اسبوع ليل بنهار يعني. يعني انتوا عارفين كل واحده عندها بيتها وولادها وعيشتها، بس ما ينفعش اللي احنا ايه نسيبها حتى بالليل تنام لوحدها. طبعا هي قاعده في البيت، اخويا اخواتي الاتنين قاعدين في البيت الولاد، وداليا ساكنه في البيت اللي قصاد منها على طول، فاديه بعد منها شويه، واميره برضو بعد منها بحبه صغيرين. قسموا كل واحدة ايه علينا اسبوع نقعد معاها اسبوع كامل ليل بنهار عشان ما حدش يسيبها. يا اما ايه يا يقنعوها تقعد معانا يعني، يا تقتنع تقعد معانا، لو ما اقتنعتش يبقى ايه نقعد معاها في مكانها كده. بصوا عنها يعني الحمد لله. هي عماله تقول طيب قبل ما تحطي لي هاتي لي مرايه وايه وتشوفين. جابت المرايه اهي حطت المرايه عشان ادهن لها بس مش عارفه ليه ورمه قوي كده، حتى ما فهمتش حاجه والله. كل اللي فهمته بتقول انا مش عارفه، بس احنا اللي استنتجنا له. وهي كانت قاعده بتتدفى مش عارفه نامت ولا حاجه، راحت جايه مكفيه على على الشاليه اللي هي مولعه نار بس دي. بس يعني حاجه بسيطه الحمد لله، والحمد لله قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله اللي هي جت على قد كده يعني. الحمد لله الله. هو انا لسه مش وانا مش لسه مدهنه لك ياما؟ انت ايه اللي رجعك تاني؟ طب بالذمه انا لسه مش دهنه لامي؟ ايه اللي رجعك تاني يا حاج؟ يو بتعيد المقطع ماشي زي بعض، هو على طول كده ينعاد معايا، اي حته مقطع كده ينعاد معايا بحبكم في الله حبايبي، بستنى دعمكم، بستنى حبكم، لاني بجد اللي بيعرف ظروفي بيقدرني، او اللي بيحب ام حودة بيقدر ظروفه من غير اي حد ما يستنانيش على الوحدة ويزعل. لا ده مش حب يا جماعة، ده حب مصالح، واحنا الحمد لله ما بنحبش كده. انا بحب يعني احب واحدة من قلبي كده، واتمنى يعني اقدر ظروفها واقدر وضعها. اما كده بحبش انا الطريقة دي. فانا بحبكم كلكم حتى لو ناس كده معايا برضو، انا على دماغي كلهم، بحبكم في الله والله. جت مكة بقى ايه، دي اختي الكبيرة ام محمد اكبر واحدة يعني. جت مكة بقى دي حفيدتها، الحقيقة يا خالته الحقيقة يا تيتا، بتقول لي يا تيتا، قلت لها اوعي تقولي لي تيتا تاني، قولي لي يا خالته. العيال راكبين التوك توك ومبهدلين الدنيا، والواد بينزلني من التوك توك. قلت لها روحي اضربيه وقولي له ايه ما تنزلنيش من التوك توك وخليني قاعد. فقالت لي طيب الولا بينزلني بقى. شوفوا بقى يعني عيال، يلا الحمد لله ربنا يرزقكم يا رب بالذريه الصالحه، واللي خلفت تخلف تاني، واللي ما خلفتش وربنا ما قرش ان شاء الله تجيب توأم. بحبكم في الله، مع السلامه.